رسالة للأفروسنتريك. اللعبة خلاص بقى عن مكشوف. هي دي لا والله ما هي دي باروكة ترجع ل 3450 سنة، يعني قبل ما أكتر من 90% من الدول الموجودة دلوقتي تبقى موجودة على وش الأرض. دي الواحدة اسمها سات حتحور إنب، بترجع للأسرة ال 12، ولما تم العثور عليها كانت الباروكة متحللة تماما. لكن في نفس الصندوق اللي وجدوا فيه الباروكة لقوا كمان الحلقات الذهبية اللي موجودة في الباروكة، وتم عمل نسخة طبق الأصل من الباروكة دي في متحف المتروبوليتان بنيويورك. فلما نقول إن مصر جاءت ثم جاء التاريخ يبقى لنا حق تماما. تعالى بقى أحكي لك قصة الباروكة دي مش مجرد موضة، دي حدوتة ترجع أصولها لزمن العبودية. في الفترة بين القرنين ال16 وال20 الميلادي تم تهجير حوالي 11,640,000 أفريقي من أفريقيا لأمريكا الشمالية علشان يتم استعبادهم يبنوا ويزرعوا في القارة الحديثة، وكان بيتم نقلهم في صناديق خشبية محكمة الغلق، وكان بيتم حلاقة رؤوسهم مش بس عشان النظافة والأمراض، ولكن علشان يمحوا هويتهم القديمة، وطريقة كده من البيض علشان يكسروا نفوسهم، علشان يقبلوا يكونوا عبيد مستضعفين وينسوا بقى ماضيهم اللي كانوا فيه أسياد مش عبيد. ولكن الكثير من الأفارقة رفضوا قصة حلاقة الشعر دي، ولجأوا لحيلة بسيطة كده إنهم يضفروا شعورهم، وسموا الموضة دي أو التسريحة دي بضفاير صفوف الذرة. لكن الأمريكان بقوا من حظهم وعدم تمييزهم إنهم أثروا واحد كان ملك أفريقي، والملك ده قدر إن هو يهرب منهم مرة واثنين وثلاثة لحد ما نجح إنه يوصل لمنطقة بعيدة عن مستعمرات البيض، وبدأ منها يقود عمليات لتهريب العبيد. وفكر بقى في حيلة ذكية علشان ما يقعش في إيد البيض، وهي استخدام الضفاير دي كرسائل بين العبيد والمحررين. وكانت كل ضفيرة ليها معنى. عندك مثلا الضفاير المستقيمة دي إشارة على رغبة الراجل ده في الهروب، أما بقى المتعرجة فكانت خرايط للطرق اللي ممكن الهروب منها. غير كده إن هما قدروا يخبوا في الضفاير دي الذهب والقطع الثمينة، كمان الحبوب والرز اللي استفادوا منه كطعام في رحلتهم في الهرب، وبعد كده لزراعة المحاصيل في مملكتهم الجديدة. وأسس الملك الإفريقي البلدة دي وسماها سان باسيليو، وأواخر القرن ال16 وتحديدا سنة 1713 اعترف بيها الملك الأسباني كأول بلدة حرة في الأمريكتين، وموجودة لحد دلوقتي واسمها المارون، ومعناها الهاربين من العبودية. وبالرغم من إلغاء العبودية في أمريكا سنة 1865 إلا إنهم استمروا في الضغط على الأفارقة علشان يحلقوا شعرهم، ويا إما يحلقوا شعرهم خالص يا إما يعملوه ليس أو شعر مفروض، وده شرط علشان يعرفوا يتحركوا في أمان وحرية ويغطوا بقى على أصولهم وعبوديتهم اللي هم ما كانش ليهم أي ذنب فيها، لدرجة إن هم خلوا الرجالة والستات يحطوا خلطات كيميائية على شعرهم علشان بس يفردوه كده ويرجعوه لورا وهو ليس. وهنا بقى ظهرت واحدة أفريقية اسمها سي جي ووكر، وكانت سيدة أعمال أفريقية، لكن للأسف اللي كان بيسري عليهم كان بيسري عليها برضه، لدرجة إن هي فقدت شعرها تماما بسبب المواد الكيميائية دي. ولكنها ما سكتتش، عملت خط إنتاج شامبو وكريمات خاصة للشعر الأفريقي، وتدريجيا كده ابتدت الراسطة تظهر كموضة، موضة الشعر الطويل المجدول زي بوب مارلي كده، واتسمت بالراستافاري، وده اسم يرجع أصوله لقبيلة أفريقية قديمة. ودي كانت حدثتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، واستنوني في حكايات حلوة كتير من معرفش حاجة. باي باي.